السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا النهارده هنسيح مع حضراتكم الزبده الفلاحي الجاموسي، وهناخد منها ان شاء الله احلى سمنه بلدي واحلى مرطه. المرطه دي بقى هي الايه؟ هي الزبد بتاعت السمنه كلها. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا النهارده هنسيح 2 كيلو من الزبده الفلاحي. حضرتك ممكن تسيحي الكميه بالطريقه دي، الكميه اللي حضرتك تحبيها. هنا معانا حله من الستانلس او الالومنيوم عادي، بس انا بفضل الستانلس عشان بنقلب فيه كتير، وبنحتاج معلقه هنا اللي هي السيليكون، او اللي هي الاسباتيولا دي، او المعلقه خشب، ده يفضل. بس لو مش متاح، اي معلقه عند حضرتك شغاله، واي حله كمان. هنبتدي بقى نحط الزبده على نار عاليه، ونبتدي بقى حضرتك ما تسيبيش الحله ولا الزبده من التقليب، قلبي فيها لانها بتفور. اول ما تبتدي تفور هتبتدي بقى تهدي النار خالص. هنا هنبتدي نهدي النار. والحاجات اللي حضرتك شايفاها دي مش ريم، ده هيبقى بعد كده المرطة، اللي هي احلى حاجة في السمنة، انا بحبها بصراحة. حضرتك هتبتدي تقلبي. هي اول مرحلة ليها اللي حضرتك شايفاها دي، بتبقى عاملة زي اللي هي اللبن الرايب شوية يعني، بتبقى بيضة كده زي بياض اللبن. بعد كده مع التقليب المستمر هتبتدي بقى المرطة تترسب في القاع. هنبتدي هنا بقى نحط رشة ملح خفيفة. يا بنات، مش زي ما انا بسمع كده معلقة ونص معلقة لكل كيلو، كل ده لأ. لان احنا السمنة دي لما او بتبقى بعد كده سمنة، بنحتاجها في حلويات، بنحتاجها في حاجات مسكرة، فما ينفعش نزود. هي رشة ملح. رشة ملح دي ليه؟ عشان المرطة كمان، عشان المرطة تبقى طعمها حلو، ما تبقاش حادقة كمان. بس حضرتك هتقلبي لحد ما تبقى صافيه زي الميه كده. حضرتك هتبتدي بقى تشوفي جوانب الحله هتاخد اللون الذهبي. حضرتك اول ما تشوفي الحله بتبتدي تاخد اللون الذهبي، وتبتدي تشوفيها كده انها صافيه زي الميه، اطفي على طول. سخونيه الحله هتكمل وهتخليها اللون الذهبي الجميل اللي حضرتك شفتيه. طبعا ده احسن وقت حضرتك تخزني فيه الزبده او اي حاجه كمان، زي الخضروات، البسله، السبانخ، اي حاجه. شهر شهر طوبه. عارفين طوبه اللي بتخلي الصبيه كركوبه؟ اللي هو شهر واحد يا بنات. البنات اللي هم ما يعرفوش حاجه عن الشهور التانية اللي هي طوبه وامشير والكلام ده، لا، هو طوبه ده احلى وقت لتخزين الزبده، الحليب اللي هو اللبن، الخضروات. واحلى فقره انا بحبها في البيت بصراحه، فقره التخزين او تسييح السمنه ده. مش عايزه اقول لكم الريحه بتقلب البيت، وبيبقى كده تحس ان البيت كده مليان بالخير. ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ويبلغنا كده الشهر المبارك. يلا بقى تشطري، هاتي كيلو وحاولي تسيحيه وتخزنيه وتسيبيه رمضان. هاتي 2 كيلو على حسب مقدرة كل واحد. ويلا بقى صفيناه. حضرتك هتجيبي مصفى وتحطيه كده وقمع، وصفيه بالراحة. وخلي بالك من المرطة، عشان دي أهم فقرة عندنا في الحلقة دي كلها. لايك وشير يا أمارات لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.